جماعة أنا عايزة أقول كلمة للشعب المصري كله، إحنا كلنا مع بعض في نفس المركب في الغلاء الأسعار. عايزة أقول لكم فعلا إحنا كلنا مكويين بغلاء الأسعار، وكلنا مش عارفين نمشي الدنيا في بيوتنا إزاي وكل الكلام ده. بس في حاجة أهم من كده، في حاجة أهم، إن إحنا في أمن وأمان. وعايزة أقول لكم على حاجة حلوة قوي، حاجة حلوة قوي، إن إحنا تعرفين لما تحطي طبق لحمة وتلاقي حواليه كلاب كده كل واحد عايز ينتش الطبق ده ناحيته. احنا في الموقف ده، احنا كده، احنا بلدنا حواليها كلاب كلهم عايزين ينتشوا. فاحنا لازم نبقى واعيين لكل اللي بيحصل ده. كل اللي بيحصل ده، الازمه الاقتصاديه دي ازمه مفتعله مفتعله. وللاسف من كل اللي حواليك، كل اللي حواليك عايزين ينهشوا في البلد. فاحنا معلش هنستحمل، هنستحمل وهنيجي على نفسنا وهنستحمل وهنطاطي للريح لما تعدي، بدل ما تفرمنا، بدل ما تفرمنا كده. البلد فعلا في زنقة، البلد فعلا اقتصادها واقع، بس البلد كرامتها فوق مرفوعة. فلازم كلنا نبقى واخدين بالنا من الحكاية دي قوي، ونخلي بالنا ان احنا مش عايزين حد، يعني ده يكفي ان هم بيحيطوا بالبلد كلها، بيعملوا مؤامرات كلهم مع بعض كده. وحاجة احنا داخلين ما تستبعدش ان احنا نصحى نلاقي نفسنا في حرب، ما تستبعدهاش. بس احنا عشان كده بقى لازم نبين للعالم كله ان احنا واقفين في ظهر بلدنا ومش محتاجين حاجة، وهنعرف نمشي نفسنا وهناكل ونشرب ونقول الحمد لله على اللي موجود. بس اهم حاجة لا في حد يتحكم فينا ولا نحتاج لحد. وربنا يقويك يا رب يا سيسي، ربنا يقويك على القرف اللي محاوط البلد ده ومحدش دريان بيه. البلد يا جماعه حواليها كلاب، حواليها كلاب. وخلي بالك الكلب ده مش يهودي ولا مش عارف ايه، ده من ملتك، ده من ملتك. يعني مسلمين وبيحط ايدهم في ايد يهود عشان خاطر يركبوا على البلد. فاحنا عايزين نقول لهم ان احنا صاحيين قوي وواعيين قوي وراضيين باقتصادنا كده، وربنا يعيننا ويفكها ويقوي بلدنا. وبرضه تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر رغم عنهم كلهم. تحيا مصر، تحيا مصر بالسيسي، وتحيا مصر بجيشها، وتحيا مصر بشعبها، بشعبها اللي هياكل فول وهياكل عيش وملح، بس هيبقى كرامته في الدنيا فوق الدنيا كلها. تحيا مصر، وربنا ينصرهم يا رب ويعديها الأزمة دي على خير. وهنعدي إن شاء الله، هنعدي. عارفين هنعدي ليه؟ عشان البلد دي محروسة، البلد دي اللي اتذكرت في القرآن، البلد دي اللي ربنا قال ادخلوها آمنين، وهنفضل آمنين. البلد دي اللي ربنا ذكرها وربنا حميها، ربنا حميها، محدش هيجي عليها أبدا. واوعوا تنسوا إن الشعب المصري شعب فرعون، شعب فرعون محدش بيقدر عليه. فخلي بالكوا قوي قوي منه، اوعى تيجي على سكته، عشان دي سكة اللي يروح ما يرجعش. اللي يجي على سكته هو الخسران، هو الخسران. اوعى. سلام عليكم. وبرضه تحيا مصر.